السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. معاكم قناة يوميات المساجدة. فين احنا كده وفين جولتنا النهارده؟ احنا الاول في محافظة اسكندرية في العجمي، تحديدا كده في طريق اسكندرية مطروح عند منطقة الدرايسة قبل شارع خير الله. عدينا يا دوبك مدرسة النموذجية وهنتمشى مع بعض لغاية هايبر العجمي ستور. واحنا كده عدينا مدرسة النموذجية، كشري الحاروني الناحية التانية، شنطتي ده جديد المحل ده. بس ده المحل ده كده دوي جنبه كشري الحاروني. بقول كده عشان حبايبي اللي طلبوا وانا ماشية اقول الاماكن المعروفة في العجمي. انا المحل شنطتي انا لسه اول مرة اشوفه بصراحة، يعني للامانة. تعالوا بقى نكمل مع بعض. الشارع اللي جاي الناحية التانية هيبقى شارع العوامي، لكن هنا كده على نفس الصف اللي انا فيه هيبقى شارع ده كده شارع محمصة ام النور، وش منه شارع العوامي وبعديهم شارع خير الله. طبعا من الشوارع المعروفة قوي هنا، من اشهر شوارع العجمي شارع خير الله وشارع العوامي برضو معروف. الشوارع دي كمان هي ما بين البطاش وما بين هانوفيل. بصوا عديت كده الناحية دي عشان هناك الشمس كانت ضاربة في التليفون. يبقى زي ما قلت لكم اللي هناك ده كده شارع محمصة ام النور، وفي وشه شارع العوامي. لو رخصت بيشيل. واحنا قريبين جدا من شارع خير الله. كبدة الشامي، وادي ده كده شارع العوامي. اللي حابب يتفرج على شارع العوامي ده كانوا عاملين في جولة قبل كده، بيكتب اسم الشارع يوميات المسجلة واسم الشارع بيطلع له على طول اسم الشارع. او الشارع ده كده. طلعت فوق كده عشان اعرف امشي برضو واحنا ماشيين كده. ده جزارة ابو ناصر. يعني عايزة اجيب لكم الناحية التانية شوية. الشارع اللي في الوش ده هيبقى شارع متالي، معروف هنا بشارع متالي اللي في الوش الناحية التانية. وتقريبا اسمه نور الاسلام تقريبا، بس معروف بشارع نتالي. كان على اوله نتالي قبل ما يبقى دكان المعلم دلوقتي. كان الاول على اوله نتالي للسفنجي، كان مشهور قوي معروف هنا. وفي وش الناحية التانية كده خير الله، شارع خير الله. يلا بعيد عن الزحمة. ادي ده كده اللي في الوش ده، استنى بس اقف كده اهو. بص اللي في الوش ده كده هو ده شارع متالي اللي اوله ميني ماركت دكان المعلم. كان الاول على اوله شارع متالي. عديت زحمة شارع خير الله. اكتر شارع زحمة هو وشارع فضة وشارع عبد الفتاح الطلقاوي. الدخلة بتاعتهم بتبقى زحمة جدا. وطبعا في البطاش بيبقى شارع الحي، جوه في البطاش ده بيبقى شارع الحي وعين شمس، دخلتهم بتبقى صعبة. شارع خير الله شارع كبير جدا، ممكن ان انا بمشي فيه للاخر خالص بيطلعني على شوارع الهانوفيل من جوه، من جوه خالص في الهانوفيل. تعالوا بقى بعيد عن الزحمة. سنتر بلبل اللي هيبقى جاي الناحية التانية. بيت الجملة ناسي اقول لكم ان بيت الجملة كده في الوش ده كده بيت الجملة. مش
فرق تعالوا كده. يبقى اللي فاتت الناحية التانية بيت الجملة، مش فتح الله ماركت، بيت الجملة. في فرق ما بين فتح الله أسواق فتح الله وبيت الجملة وجملة ماركت، وكل واحد بتبقى عروضه مختلفة. الشارع على نفس السقف اللي احنا فيه ده كده، ده شارع محمد العجمي، ده كده شارع محمد العجمي. نمشي على الرصيف اسلم، واحنا على الرصيف نحاول نجيب لكم الناحية التانية. الشارع اللي جاي على نفس السقف اللي احنا فيه بعد المحمصة كده هيبقى شارع بيت زادوجي، معروف هنا الشارع بكده، أوله بيت زادوجي. في الوش الناحية التانية قريبين من سنتر بورتو. بصوا ده كده شارع بيت زادوجي، ادي الشارع. سنتر بلبل اللي في الوش ده كده، هقف كده على جنب بقى العربية. ادي كده سنتر بلبل اللي في الوش ده كده، على طول جنبه معامل البرج والنساجين الشرقيون. وعلى نفس الصف اللي انا فيه ده هيبقى في ظهري كده حلواني ابو طلعت وشارع هارون اللي فيه مستشفى الفراعنه اللي انا واقفه على اوله ده. انا بوريكم بس سنتر بلبل عشان حبايبنا اللي طلبوا مننا نقول على الاماكن واحنا واقفين. وادي كده شارع هارون وفي مستشفى الفراعنه. نكمل بقى مع بعض. انا كده ادي كده هايبر العجمي ستار، قلنا هنتمشى مع بعض لغايه الهايبر. ادي كده الهايبر، عملت انا كده يبقى انا كده رايحه. اللي جاي ده هيبقى ابراج العائله، وبعديه زي ما قلت لكم مسجد الحديد والصلب وشارع البطاش الرئيسي. لكن ادي كده الهايبر احنا موجودين على اوله او قدامه ده كده، والشارع اللي جنبه اللي هو الشارع اللي فيه الشارع الجنوبي شارع عبيد الطلخاوي اللي فيه ممكن ادخل منه اختصار كده لفتح الله على طول. الشارع ده كده شارع برضه حيوي. طب بعديهم هيبقى شارع الطلخاوي من اكتر الشوارع برضه الزحمه زي ما قلت لكم. نعدي بس كده يبقى الشارع اللي جاي مش فضل. يبقى الشارع اللي جاي شارع الطلخاوي، شارع حيوي جدا 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 24 ساعة شغال، وابراج العائلة باينة كده من هنا. صيدلية أسامة تشيبي جنبها على طول بيبقى شارع صابر الطلخاوي. معلش كنت بعدي الناس بقى. وادي ده كده شارع صابر الطلخاوي الشارع الصغير، واديني برضو على هايبر العجمي ستار. ولو دخلت فيه يمين يطلعني على عبد الفتاح الطلخاوي، شمال يطلعني على شارع عبيد الطلخاوي اللي فيه فتح الله وهايبر العجمي ستار الباب الجنوبي. اللي جاي ده كده شارع عبد الفتاح الطلخاوي، اوله كوباني للاساس والمفروشات، طبعا كوباني معروف.